بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد النهاردة سهل وبسيط. هنشوف النهاردة طريقة عمل المكرونة بالصلصة للمبتدئين لسه في المطبخ جديد. وحتى برضو اللي متعودين على المطبخ ما نقدرش برضو مهما عملنا أحسن الوصفات وأجمل الوصفات ما نقدرش نستغنى برضو عن المكرونة اللي بالصلصة والبطاطس المحمرة. اسهل وصفة لو ولادك حابين ياكلوا اي حاجة سريعة بسرعة بتقومي تحضريها على طول. طب تعالي بقى نشوف يلا الطريقة. انا عندي حلة على النار فيها مية بتغلي، ضفت ليها رشة ملح وكم نقطتين من الزيت عشان المكرونة معايا ما تعجنش. وبعد كده بنزل معايا بكمية المكرونة على قد ما انتي حابة تعملي مثلا كيسين مكرونة او كيس مكرونة، في حسب المقدار اللي انتي حابة تعمليه. بضيفها كده على المية المغلية اللي موجود فيها رشة الملح وكام نقطة كده من الزيت. اقولك فايدة الزيت دوت معايا عشان تطلع معاكي ما تعجنش وتبقى كويسة. بتسيبيها حوالي كده من 7 ل8 دقايق لو النار عندك عالية قوي. بعد كده بقى بتكوني بالشكل دوت. بتجهزي عندك مصفى تكون جاهزة معاكي، ويكون معاكي طبق تاني يكون غويط واصغر من مقاس المصفى، عشان بتحطيهم على بعض كده بالشكل ده زي ما انت شايفة. عشان هنصفي المكرونة بتروحي بقى عندك على الحوض، عشان طبعا هنصفي مية المكرونة وبتبقى سخنة جدا. وخلي بالك يعني ما يبقاش جنبك اطفال ولا حاجة، ربنا يستر يا رب على اولادنا كلنا. فبتفضيها كده في المصفى. بعد كده بفتح عليها مية الحنفية، بسيبها عشان تبرد وتنزل اي نشا فيها. شايفة هي مش ملزقة في بعضها ازاي، كل واحدة مكرونة لوحدها. بصي انا هقدم جنبها البطاطس المحمرة. طبعا دي مش محتاجة طريقة ولا وصفة. انا جبت كام واحدة عندي من البطاطس، قشرتها خرطتها صوابع عشان هنحمرها. وتعالي بقى نشوف اهم حاجة المكرونة بالصلصة مقاديرها. ادي المكرونة اهي جاهزت معايا بعد ما اتصفت وشطفناها بالمية الباردة. تعالي بقى نشوف كمان معايا عصير الطماطم اللي يكون تقيل. معايا عصير طماطم انا ضربته في الخلاط، جبت الطماطم ضربتها في الخلاط وسبتها تقيلة، مزودتش مية كتير يعني. معايا بصلاية مكعبات صغيرة. وكده دي اهم مقادير موجودة معايا عشان نجهز بيها المكرونة بالصلصة. تعالي بقى بنجيب حاجة على النار، حلة على النار. انا ضفت الزيت، بنزل على طول البصلاية الواحدة اللي معايا، بنقلبها كويس كده مع الزيت على النار. تفضلي تكوني بتقلبيها كده وباستمرار عشان ما تتحرقش معاكي ولا حاجة، ولغاية ما لونها بس يبقى ذهبي. مش هنخليها متحمرة جدا، لغاية بس ما تدخل معاكي في اللون الذهبي. وطول ما انتي واقفة بتقلبيها باستمرار وتبقى عينك عليها، يعني ما تسيبيهاش مثلا وتعملي حاجة تانية. انا دي على فكرة معلومة موجودة معايا بحب اقولها لكم ولكل المبتدئين. بصي هي كده بدأت تدبل وخلاص كده هتدخل في السوا. كده كويس. هنضيف بقى الطماطم المعصورة في الخلاط وتكون تقيلة، عشان هنسيبها على النار بقى تتسبك. نقلبها كويس كده ونسيبها على النار بقى تتسبك، عشان تدي معاكي النتيجة افضل. وانتي بتعملي بعد كده بتضيفي بعد كده المكرونة. شوفوا انا رشيت رشة بسيطة خالص من السكر. دي مهمة جدا على فكرة. بتعادل معاكي الطعم بتاع الصلصة، ما بتخليهاش لذعة. بعد كده بصي لو تلاحظي المقدار الطماطم اختلف، قلت شوية، معنى كده انها اتسبكت. انا ضفت رشة الملح
ومكعب المرقة ورشة فلفل اسود. وكده خلاص الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة عشان نضيف عليها المكرونة ونقدم احلى مكرونة مع بعض ان شاء الله. عايزة اقولك لو انتي وصلتي معايا لغاية هنا من الفيديو، اتمنى منك اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش اللايك. شايفة الصلصة الجميلة شكلها حلو جدا. ضفنا عليها المكرونة زي ما انتي شايفة كده وقلبتها. تعالي شوفي بقى نقدمها مع بعض على السفرة. احلى طبق مكرونة والله، وجربيه وقولي لي ايه رأيك في التعليقات. احنا عملنا النهاردة المكرونة بالصلصة لكل المبتدئين لسه في المطبخ. وصفة سهلة جدا وكل الأطفال بيحبوها. هي أسرع أكلة بالنسبة لكل الأمهات. في ثواني بنقوم نحضرها. وعايزة أقولك لو عجبك الفيديو اكتبي لي في التعليقات، وإن شاء الله استنوا مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.